طب يا جدعان، فيديو جديد من سلسلة جولات أكل حول العالم. أنا عارف أنتوا بتحبوا السلسلة دي، كنت نزلت عليها هنا على الشانل من شهور فاتت وجابت مشاهدات حلوة، فأتمنى الفيديو ده يعجبكم. وحابب أقول لك إن أنا عندي قناة جيمنج هي ظاهرة قدامك دلوقتي في الشاشة، فاعمل لايك فولو واشتراك عليها لأني بنزل هناك فيديوهات جيمنج بشكل يومي. ودي قناة الفلوجات برضه عايزك تعمل عليها فولو واشتراك. يعني الموضوع يعني بص، تعمل فولو واشتراك ببلاش، والله ببلاش. بعدين انت لما تعمل فولو واشتراك فانا اتعرف اكتر، اتشهر اكتر، اكسب فلوس اكتر، فبطل اشتري سندوتشات جبنه وحلاوه مثلا، واقدر اشتري سندوتش شاورما مثلا عند عم مازن السوري. فلايك فولو واشتراك، خلينا نبدا الجوله الجميله دي. ويمكن مستقبلا اعمل فيديو من الهند، يعني اسافر الهند واعمل فيديو من هناك. فيلا بينا نبدا جوله اكل في الهند، ومش اي جوله، دي اكثر انواع الاكلات في الهند. احنا عارفين طبعا ان الهند الفيديوهات بتاعتها انتشرت الفتره اللي فاتت تحت مسمى انها مش هايجينيك خالص، مش نظيفه تماما. فانا جمعت لكم اكتر فيديوهات مقرفه ممكن تشوفوها حرفيا في الفيديو. فلو انت بتاكل بطل اكل واتفرج معانا. يلا بينا. ده بس الاول ديسكليمر ان انا الكونتنت ده موجود للهزار فقط لا غير، وكل الكونتنت الحقيقي بيخص شخصه، بينتمي او بيخص الشخص اللي صور الحاجات. ماشي. اول حاجه عندنا الانديان فود كالتشر، ثقافه الاكل الهندي. والله مش عارف، بس انا ممكن اشغل الصوت عادي. خلينا نتفق إن ماشي الراجل ده الفيديو ده يعني هو ستيجد، هو معمول بالشكل ده بس عشان ايه؟ يطلع ترند. يعني اكيد مفيش حد هيغسل رجله في الطبق اللي فيه الميه ويرجع يستعملها في الحاجات اللي بيعمل بيها الاكل. ماشي، ده تريقه، ده هزار، ده هزار. احنا ممكن نخش على بعضه على طول. وقبل ما نبدا من الفيديو حابب اقول لك ان دي الشانل بتاعت المحتوى الكروي، لعبه فيفا تحديدا وبيس، بس فيفا اكتر. فلايك فولو واشتراك، مش هيكلفك اي حاجه، الاشتراك مجاني. بتلاقي بنزل كل 3 ايام فيديو عليها، واوقات كتير بلعب مع المتابعين. دي قناه الجيمنج الرئيسيه اللي بنزل لها العاب كتير قوي، تختيمات والعاب رعب والعاب ماينكرافت، حاجات حلوه قوي. على 11,000 ونص مشترك. فبرضه اعمل لايك فولو واشتراك. بس تحب تفضل قاعد على ما تعمل اشتراك يعني؟ قول لي والله هفضل قاعد على تعمل اشتراك، قاعد اهو. فاعمل اشتراك بقى. ودي قناه الفلوجات، حابب اقول لك شكرا شكرا على الدعم الرهيب اللي انت عامله على اخر 6 فيديوهات انا نزلتهم حرفيا. فبجد بجد شكرا. فبرضه اعمل لها لايك فولو اشتراك. لكن السوشيال ميديا فيسبوك وانستجرام وتيك توك هسيبها في الكومنت المتثبت وفي الوصف، اعمل لي فولو عليهم، هتلاقيني بص لاجي عليهم 24 ساعه. فبدون كلام كتير خلينا نبدا في الفيديو الغريب بتاع النهارده. بص يا جدعان، المفروض الراجل ده عنده زي ما تقول عربيه بيبيع عليها الاكل الغريب اللي مش عاوز اقول فول لانها مش فول اصلا. هو سؤال بجد والله، هل النظافه يعني هل الهند بكل الفيديوهات اللي احنا بنشوفها عندها دي وعندها تقدم تكنولوجي رهيب، ليه حته موضوع النظافه، سواء النظافه الشخصيه او النظافه على مستوى الشوارع والمحلات، مش واصله لهم؟ يعني في سياح كتير راحوا هناك، في منهم اللي اكل وتعب ودخل المستشفى. فبجد الموضوع ليه منتشر عليهم بالقرف ده؟ ده البتاع من جوه يا جدعان مصديه بشكل مش طبيعي. طبعا والله العظيم انا لو سالتكم ايه اللي هو بيحطه ده انا مش عارف. وايه البتاع الاخضر ده يا جدعان؟ ايه البتاع الاخضر السائل اللي هم بيحطوه ده؟ انا تعبت. طبعا كلكم فكرتوا في اللي انا بفكر فيه، ايه هو السائل الاخضر ده؟ كلنا فكرنا مع بعض. عصر الليمون، هو حد بيعد وراكوا عصر؟ يا جدعان الارض تحته فيها كميه زباله مش طبيعيه. ماشي، في فيديو تاني ده يا جدعان الراجل ده نف بايده، حط ايده في مناخيره ونف بيها يعني. بعد كده حط ايده في حله الرز الكبيره دي. يا نهار اسود، يا نهار اسود، يا انا اتعرفت بمجرد اني شفت الفيديو، اقسم بالله. مش كانوا بيبيعوا رز برياني وفراخ وبصل، وفي ناس واقفه طوابير عشان تشتري منه؟ يا جماعه انا بدات اقرا عن ثقافه الهند من فتره، وبدات افهم ان في ناس بتعتبر ده بركه. يعني لما تلاقوا الناس حاطه رجلها في الاكل او في المعابد بيحطوا دوب في الاكل او الشرب بتاعهم، بيعتبروه بركه. في ناس بتروح تعبد الفلان، هوريها لكم دلوقتي. الموضوع زاد عن حد والله العظيم. يعني الموضوع كان الاول ترند وبنهزر، لكن هو فعلا زاد عن حد. لا، وبيوريك ان الطبق نظيف، طبق ايه نظيف؟ خلاص الاكل بقى فيه كميه بكتيريا مرعبه. ماشي، نروح على السندوتشات. على الاقل السندوتشات معروف انها جايه من مخبز، من الفرن، واتمنى انها تكون جايه من الفرن مش جايه من حته تانيه. طب ما هو انت كنت ماشي حلو وبتستعمل المعلقه، ليه بقى مش كملت بايدك دلوقتي؟ المشكله يا جماعه ان احنا مش عارفين ايديهم كانت لابسه ايه قبل ما هم يلمسوا بيها الاكل،
ويحطوها في السندوتشات. فبجد يعني الموضوع مريب. بيعبوا الكاري في صفايح مدفونه تحت الارض لغايه دلوقتي دي. مش هقول تمام قوي بس ماشي. يعني مش دي عربيات الصرف الصحي؟ ودي خراطيم بتاعتها بينقلوا الكاري منها للحلل، لان اكيد العربيات دي من جوه مصديه بشكل مش طبيعي، والخراطيم دي اكيد انتوا فاهمين شويه يا جدعان. هم في بعض الاوقات بيعتبروا الحركات دي حركات مقدسه ومباركه لمباركه الطعام او الشراب. الراجل ده حرفيا حرفيا يا جماعه هو بيشيل الكاري بيحطه في الطبق وبيديه الناس اللي واقفه طوابير دي. انا تعبت عاوز اقفل الفيديو. في معبد هناك بيعبدوا فيه الفيران، فالراجل ده يا جماعه جايب طبق لبن للفيران تشرب منه، كده الطبق بقى مقدس، فهو رايح ياخد من اللبن يشرب منه. يا رب توم وجيري ما يشوفوش الفيديو ده، يا رب ان شافوه يا رب القطط تشوفوه تجري وراك انت والفيران اللي معاك. بيروحوا يا جدعان للفيران دي والله العظيم بيتعبدوا لها وبيقدموا لها قرابين. الحاجات دي كلها ضد الشريعه الاسلاميه، الدين الاسلامي والدين المسيحي يعني. بجد الهند فيها العقليه بتاعتهم مش موجوده. تقريبا دي اسمها جولاب، المهم انها حاجه حلوه يعني. طبعا الباشا طبعا شكل الميه قذر، شكل يعني شكل مش ميه، السائل اللي هو السكر ده شكله بجد قذر ومتدمر. فهو بيحط لك الحاجه دي بايدك، بايده هو، بس كتر خيره بقى بيحط لك الحاجه السيرب ده او الشربات ده بالمعلقه. قمه النظافه. الست دي بقى دي اجمد واحده حرفيا بتجيب السبرايت او السيفن اب بتحطها، بس بتحط عليها زي ما بتقول إيه توابل او بودره الله مش عارف ايه دي، بس وتدي لك مشروب طاقه تشربه. بس تعالى نشوفها من اولها لاخرها. على فكره دي تعتبر انضف واحده في الفيديو. التوابل السحريه دي تستعملها، والله ممكن تكون سم فران برضه، ليه لا؟ لود ذا جان. سمعتوا يا جدعان صوت التعميره بتاعت الجان؟ بصوا انا همشي اكني بلعب وور زون او ببجي او كل اوف ديوتي. بصوا كده. بس وتقلبوا لك بالطريقه دي. نرجع الكنترول عشان بس الكنترول غالي، جايبينه قسط اصلا. بهزر يا جدعان جايبه كاش، بس اشتركوا في القناه، اشتركوا ببلاش والله. اتشير يبقى معايا فلوس اسافر الهند اصور لكم فيديوهات زي دي، ويا عالم هرجع اذا سافرت الهند مش عارف. بس افتكروني لو شربت الحاجه دي وقلت لكم طعمها ايه وجرى لي حاجه بعد اعرف ان انا ضحيت عشانكم. فاشترك في القناه ببلاش والله. مش دايس على الفيديو، مش هكمل الفيديو الا لما تشترك. قاعد بقى مش ورايا حاجه. اشتركت والله انت جدع. تشربه من هنا وتطلع على ربنا على طول. بس كده. فاذا عجبك مقطع لغايه هنا تعمل لايك فولو اشتراك سيب كومنت بس، وبحبكم. سلام.